يا صباح الجمال والخيرات والسكينة، عاملين ايه يا اجمل اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا في احسن حال. تعالوا بينا بقى النهاردة حلقتنا مميزة جدا لاننا فيها ضيوف. اخيرا هنبقى ضيوف ونصحى براحتنا ونروح كده نبقى معزومين والاكل يتحط قدامنا، مش عند اي حد، احنا عند اغلى الناس، عمته حبيبتي، منبع الذوق والكرم. وحبيت اشارككم بقى تفاصيل اليوم ونشوف مع بعض اليوم كان عامل ازاي، ويا رب تنبسطوا فيه زي ما انا انبسطت كده. بس قبل ما نبتدي الفيديو متنسيش تعملي اللايك الحلو بتاعك، ولو ما اشتركتيش في القناة خشي واعملي اشتراك ودوسي على زر الجرس ودوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم منه كل جديد. اول ما وصلت كده الصراحة دخلت المطبخ بقى اشوفهم محتاجين حاجة بتاع اساعدهم يعني. لقيتهم ما شاء الله عاملين كل حاجة. قالت لي هتساعدينا بس ايه في الغرف، يعني اطباق كتير بقى واصناف كتير فمحتاجين ايه انك تغرفي معانا. قلت لها حاضر من عيوني يا عمتي. تعالوا نشوف بقى كده عامله لنا ايه ونشوف يومنا عامل ازاي. يا هلا ومرحبا بكم في بيت الكرم والجود، منورين السهرة الليلة، نورتوا بيت عمتي الغالية. اليوم حلقتنا مميزة جدا عند أغلى الناس، عمتي حبيبتي ومنبع الكرم والذوق. يا هلا ومرحبا بكم في بيت الكرم والجود، منورين السهرة الليلة، نورتوا بيت عمتي الغالية. اليوم حلقة ربنا يبارك لكم يا رب في اهلكم ويخليهم لكم ويديم دايما الود والتجمع والمحبه ما بينكم. وهو رمضان كده بيحب اللمه ويحب التجمع ونعزم ونتعزم ويكون في ود ومحبه كده ما بين الاهل. ربنا يبارك لكم في بيوتكم يا رب، ودايما عمرونا بالخير والمحبه والود ما بين الناس، وربنا يبعد اي حاجه وحشه عن الناس. تعالي يا هبه، تعالي. تعالي يا سماح، تعالي يا هبه، تعالي. فطرنا الحمد لله وشربنا الشاي وكمان هنحلي. ربنا يا رب يجعله دايما عامر كده بحسكم وربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. افطار صائم طبعا. يا رب تكون الاجواء عجبتكم زي ما انا انبسطت باليوم. متنسوش تكتبوا في التعليقات ايه اكتر حاجة عجبتكم في الفيديو، وما تنسوش اللايك عشان تدعموا كده الفيديو بتاع عمتي وتفرح بيه. وروحت بقى البيت كده ووريتكم الزينة بتاعت الشارع. والولاد بقى كانوا، احنا سهرنا عندها يعني وقت طويل جدا، نزلنا في نص الليل فالولاد بقى جاعوا، قلت اعمل لهم ايه شوية سحور كده يتسحروا بيه. لكن احنا والله العظيم كنا نازلين شبعانين جدا ومش قادرين نتنفس. هي اصلا حطت لنا تاني، يعني احنا سهرنا عندها وحطت لنا تاني اللي هو ايه بمثابة السحور بقى، حطت لنا تاني ناكل قبل ما ننزل. فالولاد بقى كانوا جعانين فعملت لهم شوية بطاطس كده محمرة يتسحروا بيهم. وده كان يومنا. يا رب يكون اليوم عجبكم واشوفكم في فيديو جديد وعزومة جديدة ان شاء الله.